وصلنا لحاجه؟ اكيد طبعا يا بيه وصلنا لحاجه. بس لا، هو ايه جرائم اخر الليل دي؟ ويعني في يوم اجازتي ناويين تشحططوني؟ ايه في الليله الوحيده اللي نويت اخرج فيها مراتي وراس السنه؟ طب ده يصاحب ذمتك؟ زياد حبيبي، ده شغل نداء الوطن. طب بذمتك حد يقول لي نداء الوطن لا؟ ينفع؟ في الغلط ولا ايه؟ اتفضل يا باشا، اتفضل. جريمه القتل حصلت هنا. القتيل اتضرب بسكينه في رقبته ومشي لحد الحمام ومات هناك. تفتكر يا زياد ايه اللي يخليه يمشي لحد الحمام مع انه كان ممكن يطلع بره باب الفيلا ويطلب مساعده من اي حد؟ هو الجيران موجودين؟ لا، هو عايش لوحده وزي ما انت شايف الفيلا بعيد عن اي عمار. القتل ما كانش مجرد السرقه، في حاجات كتيره غاليه في البيت، وطول ما انا بلف مفيش اي حاجه ناقصه، رغم ان في حاجات كتيره لو الموضوع سرقه كانت هتبقى مش موجوده. كلامك مظبوط. زي ما حضرتك خدت بالك الباب ما كانش مكسور، ففي الاغلب القتيل هو اللي مدخله، او على الاقل كان يعرفه يعني، عشان كده الباب ما كسرش. هو القتيل كان بيشتغل ايه؟ استاذ دكتور في كليه العلوم. عايش لوحده؟ قاعد لوحده مش متجوز. الراجل ده ما كانش تمام يا باشا، واللي كان معاه ساعتها هو اللي قتله وهرب، عشان راجل سنه كبير شغال دكتور في جامعة فمركزه مرموق، محبش ان هو يموت كده، فعشان كده ما جريش ناحية الباب وراح ناحية الحمام، حاول ان هو يستر نفسه قبل ما حد يجي ويشوف اللي كان حاصل. في الأغلب اللي قتله كان راجل طويل، عشان كده طعنة السكينة جاية من فوق شكل راسي، ونهاية بقعة دم هنا قبل الصالة، فده معناه ان هو مسح سلاح الجريمة وخده معاه، بما ان احنا ما لقيناهوش لحد دلوقتي. مظبوط. الروايات اللي انت مخلص فلوسك عليها دي طلعت بتجيب نتيجه. بذكر الروايات بقى، ايه تاني؟ اتفضل معايا. اتفضل يا باشا. عنده هنا مكتبة فيها كتب كتيرة وروايات حلوة، بس الوحيدة اللي هو مهتم بيها والرف اللي هو منضفه بتاع كاتب اسمه اوسكار وايلد. اوسكار وايلد لو حضرتك عملت عليه سيرش على جوجل هتلاقيه ان هو من اشهر الروائيين الشواذ. الصورة وضحت؟ تسلم. يا زياد بقى، تصدق انك راجل مش جدع؟ الله، انت يا بنتي مش حافظه لي غير الجمله دي؟ مفيش حمد لله على السلامه، هابي نيو يير، اي حاجه. كل مره بقول لك بتخضني، جسمي كله بيشد ورجلي بتوجعني مكان العمليه. رجلك فين؟ يا بص يا زياد، وحشتيني قوي يا مريم. مش باين يعني. الله بقى. خلاص يا زياد بس. اعمل ايه يعني؟ ما انت اللي على طول سايبني، اول ما يكلموك تطلع تجري. حقك عليا، انا اسف والله، بس انت عارفه شغلي يعني مش جديد عليكي. بس انا النهارده بقيت اليوم كله بتاعك. والله اليوم اللي خلص ده خلاص بقى، ما قلت لك بقى حقك عليا بقى. خلاص